السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا مع بعض كده نشوي السمك في البيت. بيكون طعمه حلو جدا، ما بيكونش زفر، ما بيكونش مش متلدن كويس، بيبقى طالع حلو كده وطعمه حلو وريحته بتبقى تفتح النفس. وزي ما انت شايفة كده طالع تحفة، بسم الله ما شاء الله. اهم حاجة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصل كل فيديو جديد احنا بنعمله. ده الاشتراك ببلاش يا جماعة. ادي السمك بتاعنا اهو مغسول وزي الفل، مغسول كويس جدا. اهم حاجة تغسليه وتفتحي الخياشيم بتاعته كده تحت الحنفية زي ما انت شايفة كده. وهنحط عليه النخالة اللي هي الردة بتاعت الدقيق اهو بالشكل ده، وهنقلبه فيها زي ما انت شايفة كده. في الوقت ده كنا مسخنين الفرن كويس اهو، وهنحط السمك في الفرن منضفين الفرن قبلها وهو سخن. نحط السمك كده فيه، والسمك البوري ده او انتوا بتقولوا عليه ايه، مش عارفه انتوا بتسموه ايه، طبارة، ما بياخدش وقت كتير في الفرن ولا باخد النار عليه اهو بالشكل ده. اللي هتتحمر هنقلبها الاتجاه ده والاتجاه ده، وبعد ما تحمر كده هنشدها الجهادي على الصاجة الجهادي علشان تتلدن كويس وما يكونش معانا فيها اي حاجة تانية. وهنحط الدور التاني كده بالشكل ده جوه عند النار اللي عليه اهو بالشكل ده كده. وهنقلبه كل ما يحمر في الاتجاه اللي هو فيه هنقلبه على الاتجاه التاني اهو بالشكل ده. طالع معانا بسم الله ما شاء الله تحفة، وريحته حلوة جدا وطعمه جميل اهو بالشكل ده. ولو لسه بتعملي السمك بره يا ريت تعمليه في البيت، هتحسي بفرق الطعم والتتبيله الحلوه اللي انت بترتاحي فيها تعمليها. ادي السمك بعد ما طلع وتبلناه، بسم الله ما شاء الله. بحبكم في الله، مع السلامه.